بجد بجد انا مبهور بيه، انا ما حصلتش. ده مش غرور، ده ثقه في النفس. وانا عايزك تبقى واثق جدا جدا في نفسك. لقينا ان اي حد متعايش مع مرض السمنه كلامه مع نفسه فيري نيجاتيف. ليه؟ لان المجتمع والميديا واللي حوالينا مفهمينا ان احنا ضعيف الاراده وان احنا ما بننجز، مع ان احنا كل خطوه صغيره بنعملها بتاخدنا في الطريق الصحيح. احنا محتاجين نراكم الخطوات بتاعتنا، وبالتالي كل انجاز باخده لازم اخد الكريدت بتاعه. دايما عندي مشكله، انا حاسس ان انا مش هبقى مبسوط ومنجز الا لما اخلص المهمه كلها. المهمه ما بتخلصش، ده لايف ستايل. يبقى انت لازم تسيب الكلام النيجاتيف، ولازم تشجع نفسك في كل خطوه مهما كانت بسيطه. لسبب، لانك بتعمل حاجه ضد الطبيعه البشريه، كونك تمنع نفسك عن الاكل، والاكل ده شهوه وغريزه انسانيه طبيعيه. ومش معنى انك انت مره خرجت بره البلان بتاعتك انك ما نجحتش، ده وارد وحصل وهيحصل تاني. انا مش بقول لك كده عشان تبوظ، بس بقول لك ان ده اللي هيحصل. يبقى احنا الخطوه بتاعتنا لازم نشجع نفسنا في كل ستيب بناخدها مهما كانت بسيطه. هنراجع الكارد بتاع احنا عايزين نخس ليه، هنختار الدايت لان احنا لسه بنختار الدايت بتاعنا، لسه ما ابتديناهوش. نمره 3 هناكل واحنا قاعدين. والنهارده اتفقنا مع نفسنا هنشجع نفسنا في كل خطوه مهما كانت بسيطه. اشوفكم بكره ان شاء الله.